طب احنا هنا مش عبيد، حتى لو هو خاطبها، ما انا بني ادم زيه. اكيد بس تزعلي ليه؟ المفروض تقف مع الحق. اهدى. طيب اهدى، الامور بتتاخد تفكير مش كده بالراحه. بصي، انا كراجل ما بحبش اتهان، ولا حد يعرف في الدنيا يهني، ولا في اي شغلانه ولا في اي حاجه، وكده كده حقي مش هسيبه حتى لو في بطن الحوت، وانا عارف اخد حقي ازاي. استنى بس يا بود، رايح فين؟ استنى بس استنى. خدها بالعقل. والله عشان موضوع تافه زي ده حصل يعني تأجل الجوازه؟ ولا موضوع ولا حاجه. بعد اذنك يا استاذه مريم، في حاجه عايز اقولها. اتفضل يا بود. وانا يا استاذه مريم لو مشيت من المكان هنا رزقي هيتقطع؟ لا، مش هلاقي اكل. لا، هلاقي اكل، وربنا هيبعت لي الرزق في اي مكان. بالنسبه للشغل هنا ما بقاش ينفعني، عشان المكان ده ما بيحترمش كرامه الناس اللي شغاله فيه. اما انت بقى هنتني وجيت عليا وقلت لي انا سيدك، وانا ماليش اسياد، وانا لو ليا حق في بطن الحوت قسما بالله ما هسيبه، وبعرف اخد حقي كويس.